السلام عليكم. فكيت الغرز خلاص، هتعمل لنا اكل النهارده. انا بس ثواني، يعني انت الجاكيت اللي انت لابسه ده حنفي القبهه قوي يعني. يلا ندشدش كام مليون. ده من المره اللي فاتت، من ساعه ما المخرج قفش عليك، فانت حابب انك انت توري للناس قدراتك في التمثيل كمان يعني. ولو اسمك حنفي حنفي القبهه يا جماعه، نقدم لكم حنفي القبهه بالممثل العظيم. طب انا دلوقتي سامي النهارده برضو هنريحه عشان خاطر هو لسه رجليه برضو مش ما فيهاش حاجه يا عم اهي. ماشي يا عم، انا عايز اريحه يا عم. ريحه. في واحد صاحبي جاي اسمه كريم، هيعمل لنا اكله اسباني اسمها باييلا حاجه كده يعني. بايلا حاجه هي بتتكتب باييلا بس بتتنطق باييلا. هو قال لي بس انا مش عارف اقولها بصراحه يعني. هو جاي دلوقتي يعني؟ يعني قدامه بتاع نص ساعه كده. يلا النهارده ناكل بايلا. احنا هنقول عليها بايلا لغايه ما يظهر الحق. ما تطلبهاش اي فكرة، شوفها ببلاش كل يوم في جديد من شوحها. ما تطلبهاش في الأندلس زمان تمام. كان الفقراء بيحاولوا يخبطوا على البيوت وبيندهوا يقولوا البقيه، فهي جت الباييلا من البقيه. بس انا سمعت كلام تاني، معلش. ايوه اتفضل. انا سمعت كلام تاني ان هي عندهم اللي هي بتتعمل في قلايه او حاجه زي كده، طاسه. طاسه. انت باصص لي ليه؟ صحيح. الطاسه ديت اصلا معناها كلمه قريبه من القليه. القلايه الباقي في حياتك حنفي. المقليه. القليه الباقي في حياتكم. طاسه القليه. البصل فين بقى؟ هم كانوا بيروحوا يقولوا طاسه القليه، طاسه القليه. ما تفتحش معاه في الكلام ده عشان ممكن ما ناكلش النهارده، ها يعني. يعني كده احنا بنتكلم في 4 فصوص توم وبصلايه. انا شايفك بقى جايب جمبري. وايه تاني؟ ده بلح البحر، ممكن يتعمل بالجندفلي برضو. لا ده دي 30,000 جنيه بيتهيألي بتاعي. يعني ربنا يزيدك من نعيمه والله، انا مش قصدي حاجه، بس عشان الناس ممكن يعني لو في جندوفلي من العادي من عادي اللي هو بقى كيلو ب 20 ده. ايوه ده ظبط نفسك. حلو يعني يمشي جندوفلي يا جماعه، بس ده شكله هو ده جندوفلي برضو، بس سمك يمشي برضو. فاخر سمك بس. سمك يمشي برضو. يعني ممكن بقى استغنى عن الكلام ده ونعملها بسمك بس. وهنقول امتى تنزل كل حاجه، لان تعرف السمك بيستوي مثلا اسرع من الصبيط. يعني ممكن لو حد بيعمل دي في البيت هياكلوا سمك النهارده، فممكن يعملوا الموضوع ده بالسمك بس. بالظبط. سي عندنا فلفل احمر او اخضر او مش فارقه يعني. فلفل الوان. بس انت بس كمل لنا البحريات، انت ما قلتليش. البحريات قلنا ده ايه ده؟ السمك ده الصبيط. ده اللي هو الدماغ بتاع الصبيط، الدوريه بتاع الصبيط. لا جسم الصبيط. جسم الصبيط عشان دماغه بتبقى في رجله. دماغه في رجله. والله دماغه في رجله. ده قصه بقى تانية انا بقول لك. فدي جسم الصبيط وبلح البحر والجمبري دول. ممكن قلنا ممكن سمك، وممكن بقى نعملها خضار او فراخ. هنبقى نشرح ده. يعني مش حكر على السمك. عندنا برضو بسله. ممكن معلبه او بسله عاديه. تمام. وده توميتو بيري، ده بيبقى نص طماطم، اللي هي الطماطم الاكاسيه دي اللي بتتعمل، اللي هو ممكن فاكرين الفيديو كان الشيف حسن القاضي اللي طلع معانا عملها لنا. كان اي فيديو اللي هي فيها صليب كده بتعملها ايه، مربع زائد، علامه زائد في الطماطمايه، وتنزلها في ميه سخنه وتطلعها وتقشرها، وبعد كده تهرسها بايدك، فبتبقى فيها الطماطمايه مهروسه بس فيها لحم مش عصير. اول حاجه هنحاول ان احنا نحط البحريات كلها في ميه سخنه، مش هنسلقها بس نحطها في ميه سخنه بس دافيه. يعني نشغل ميه في الكاتل ميه دافيه كده. لا مش لازم في الكاتل، حتى ميه ممكن من ميه دافيه بس مش لازم تكون مغليه. انت دلوقتي هنعمل هنا مرقه. نجيب ميه. طب احنا ممكن نعملها هنا عشان الناس تشوف. انت عايز البصل يتقطع صغير خالص صح كده؟ البصل اصغر حاجه ممكن اصغر حاجه.
كده جايب لك نفسه ايه في وشي. دي مرقه سمك. مرقه سمك دي يا جدعان بتتباع برضو منها اللي هي المكعبات، يعني ايا كان. هو الجديد في الاكله دي ان احنا دايما متعودين ان احنا ناكل مثلا سمك مشوي وجنبه رز صياديه بره مثلا او مثلا طاجن او كده. هي فيها شويه فكره ان المرقه تنزل على الرز وتطبخ كل حاجه مع بعض. يعني النكهه دي المرقه دي اللي هتسوي بيها الرز مع السمك مع كل السمك مع كل حاجه الحاجات. في الاخر. على التقطيعه دي بقى بتاع الصنبيط دي شغل لنا بقى اغنيه حاجه بقى كده ايه حكيم يا توفيق. كل اي حاجه اللي هي الثمانينات التسعينات اللي هي ايه عندنا. عارف انت تقلقش لازم عندنا الحاجات اللي بترجعك التسعينات دي. طب يا جماعه طبعا في حاجه بقى اكسكلوسيف على كريم. احنا عملنا تواصلنا مع الشركه بعد اللي هي اصحاب حقوق الاغاني اللي احنا واخدين منهم حقوق استخدام الاغاني، وبعد النيجوشيشنز ادامت لعده اشهر وصلنا ان احنا هنعمل بلاي ليست عندنا في البيت في اليوتيوب تشانل عندنا اسمها اغاني شواحه ما تطلبهاش، واستاذناهم ان احنا نرفع الاغاني. فدلوقتي يا باشا وانت واقف تطبخ هتلاقي اغاني شواحه ما تطلبهاش في بلاي ليست واحده. حلو جميل شغاله بدأ يعني مش كل الاغاني ده طبعا يعني هياخدوا وقت على ما يترفعوا، فاحنا ايه بدانا نرفع. يعني دلوقتي تقدروا تخشوا على تكتبوا على يوتيوب اغاني شواحه ما تطلبهاش هتطلع لك بلاي ليست فيها اغاني فيها حوالي دلوقتي بتاع 50 اغنيه، وان شاء الله كده خلال اسبوعين 3 نكون كملناهم حوالي 500 اغنيه اللي هم اللي احنا نقدر نستخدمهم يعني. انت هترفعه تاني صح؟ بالظبط. ده على طول ده يعني بس ان احنا اللي هو لسه هنزله تاني في الاخر مع الرز. بس عشان هو بياخد اكتر حاجه بتاخد وقت فانت قلت تديله النص كده. نديله بس حته عشان يبقى ناشف شويه. طب هل بقى لو عايزها حراقه ممكن احط فلفل حامي مع الفلفل ده؟ ده جدا. يعني دي بقى ولا هي صلصه طماطم ولا هي عصير طماطم، هي ماسكه نفسها. تمام. اوبا احنا هنبدا بقى اوبا. حلو. ممكن بقى ندي دلوقتي شويه بهارات مثلا. حلو. معاها عايز ايه بقى قول لي؟ ملح اهو. حط انت بقى عشان بلاش انا في حكايه الملح دي. خلاص مش بسمك ها. فلفل حط يا حنفي شويه فلفل. ممكن بابريكا كمان. دلوقتي بقى هننزل بالرز مش بالحاجات دي. الرز الاول. لا الحاجات دي اخر حاجه خالص هنحطها ونقفل. تمام. احنا بقى هننزل دلوقتي بالايه؟ بالشوربه. بالمرقه. اهم حاجه بس لما ننزلها ما نحركش، يعني بس تتاكد ان كل الرز تمام في كل يعني متوزع. متوزع دي اهم حته في الموضوع. الرز كله متوزع لان مش هنقعد نقلب احنا، بس لو عايز ممكن تديها هزه صغيره مش اكتر. مش اي حد يقول لك عني كلام تصدق. دي بقى كده بتتساب قد ايه؟ بس تسيبها كده حوالي دقيقتين 3. يعني ما تشوف تشيك كل شويه تشوف الرز تمام ابتدى ميه كويسه محتاجها زياده وهكذا. هنحط دلوقتي شويه بهارات بقى، البهارات الفاضله ايه بقى؟ اللي هي الكركم والزعفران. ايه بقى الموضوع اللي انت لسه قايله لي دلوقتي بتاع ان المفروض ان هي تلزق في الحله؟ بيعملوها هناك بتبقى شويه لازقه في الحله، يعني بيسيبوها بعد ما بنخلص تبتدي تستوي شويه خلاص في اخرها نحطها على جنب قافلينها بفويل او بفوطه وسايبينها 4-5 دقايق تبتدي تلزق في الحله شويه. شويه تحت ما بيتاكلوش قوي بس بيبقوا زي بتلاقي ندغه كده بالظبط كريسبي بالظبط. لا ما تقلقش هي الطاسه دي بتلزق لوحدها يعني واحنا بنحب الكريسبي واحنا عامل يعني. طب انت الزعفران بتحطه في ميه وكده تدوبه ولا؟ لا الزعفران بس كده بتفركوا عليه. هتحط البسله تخش بقى بالتقيل. طول ما انت قاعد لازم تفضل تديها شويه يعني على تديها شويه اديها ما ترحمهاش. بس كده بقى هنقوم معلين سنه وقافلين وشكرا. بس خد بالك من فكره لحد ما الرز يستوي. خد بالك من فكره تعالي سنه
ممكن لانه انا قلقان من الطاسه دي مش تيفال، فممكن تلزق الاشياء فيها. قبل ما بزعل من قد ايه بقى دلوقتي كمان؟ دي ممكن تبقى مثلا ايه 5 دقايق 10 دقايق على ما الرز يستوي. بس حسب انت كمان بتحب السوا ايه. في ناس بتحبه الدنت شويه اللي هو شويه ماسك نفسه، وفي ناس بتحبه طري خالص، فالطري هتفضل برضه زي شرب شويه لحد ما يبقى طري، لحد ما انت تحب السوا. طب عايز اسالك على حاجه دلوقتي، هي الشوربه لازم تتشرب ولا بتتفرق؟ لا لازم تخلص، لازم تتشرب. لازم الشوربه. كتير قوي في الموضوع. لا الماسلز اوفر دوز. هي مش خفيفه. لا مش خفيفه. مش خفيفه، حاجه تلكم يعني انا شفت الطبق قلت ايه الشغل ده. لا يعني تلكم في الاخر، نعم. بتحس ان هي مسكت بعض في الاخر. يعني هي وجبه حلوه فيها كل العناصر الغذائيه. بس يا اخويا كترنا البسله يا اخي. البسله لسه موجوده على فكره. اتفضل عارف انت هتقعد. انا دقت على فكره، بس انا عايز اقدر اقول لكم ان ده صاحبي، شفته قلت لك هيعمل اكل حلو ولا والله تسلم ايدك يا كريم. الله يخليك. لا فعلا حاجه عظمه يعني. لا حلو جدا فعلا. يعني ايه تقدم الى تقدم. الله نستفيد يخليك. منكم. الله يكرمك. نشكر الشعب الاسباني ان هو عمل لنا الاكل دي بصراحه. جراتياس يا كريم. يا جماعه ما تنسوش تخشوا على زي ما قلت لكم على بلاي ليست اغاني شوحها على اليوتيوب، هتلاقوا كل الاغاني المستخدمه في الفيديوهات. عملنا بلاي ليست ونزلناها كلها، وكل شويه بنزود عليها اغاني. يعني ان شاء الله خلال الشهر ده نكون حاطين كل مكتبه الاغاني اللي احنا بنستخدمها في قلب البلاي ليست دي، عشان وانتوا بتطبخوا تشغلوها وتسمعوا كل المود بتاعنا. وانتوا بتشوحوها تسمعوا اغاني شوح بالظبط، اللي هي حكيم بقى وعلاء عبد الخالق بقى. حلوه هتعجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل شير للفيديو ولايك للبيج، سبسكرايب على اليوتيوب، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسي فيرست على الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد برضو. تابعونا على انستجرام @شوح. ما دوتش انت بقى الرز اللي جوه البتاع بتاعت انا الجندوفلي. مستني كيف هدوق دلوقتي، يعني هندوق دلوقتي وهنبس بقى ما انا عشان كده لا طب سلام عليكم يا جماعه. كل يوم في جديد من شوحها، ما تطلبهاش ده اكيد شوحها. هيحلى